قرارات الرئيس المصري محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المثير للجدل وإبقائه على موعد 15 كموعد للاستفتاء على الدستور لم يقنع المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير، فتحقيق مطلب واحد غير كاف بالنسبة لهم. مطالب الشعب كانت متمثلة في حاجتين: إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل موعد الاستفتاء. الاثنين، واحدة من الاثنين ما تنفعش الشعب المصري، لازم الاستفتاء يتأجل ميعاده لغاية ما يتحط دستور توافقه. المتظاهرون يقولون إن مشروع الدستور الذي سيقدم للاستفتاء بني بطريقة خاطئة ويجب إعادة كتابته من جديد بمشاركة كافة أطياف الشعب المصري. طبعا احنا مش موافقين، احنا لازم الجمعية التأسيسية دي ترجع تاني يتعاد تشكيلها، عشان ما ينفعش ما بني على باطل فهو باطل. انما الجمعية التأسيسية كلها اخوان مسلمين وعايزين يجرونا للي هم عايزينه، ده غلط. والبعض الآخر ذهب إلى أبعد من ذلك. يا دكتور مرسي عايزين نقول له انت ما عندكش كاريزما، انت لا تصلح رئيس جمهورية، يصلح مثلا رئيس مدرسة، يصلح وزير اخر حاجة ليه، لكن كرئيس جمهورية لا يصلح تماما. وعلى الرغم من أن البعض اعتبر أن الرئيس مرسي قد قدم تنازلا بإلغائه الإعلان الدستوري، إلا أن تلك الخطوة وإن ساهمت في تقليل الاحتقان لا يبدو أنها أنهت الأزمة.